صباح الفل عليكم. النهارده هنعمل مع بعض بقى شوية فول بس عظمة بجد، مش هتاكلوا زيه في حياتكم. جربوا وانتوا تشوفوا، انا عايزاكم تجربوا. هنجيب كده كيلو من الفول عادي من عند العطار، كيلو فول تدميس، وعليه 8 كيلو اللي هو فول مدشوش ده اللي هو بتاع البصارة. حطيت بقى الاتنين على بعض وهغسلهم بقى غسلة محترمة كده، وهسيبهم منقوعين بقى. يعني هنا انا غسلته وهسيبهم منقوعين بقى، انا سبته 12 ساعة. بصوا هنا حجم الفول انا هوريها لكم. بصوا بعد ما نسيبها بقى منقوعة هنشوف هتتضاعف حجمها. بصوا هنا كنت سايباه 12 ساعة منقوعة، وطلع بقى كل الرغاوي والحاجات اللي فيه دي. بصوا بقى الفولية هنا فتحت واتضاعف حجمها كده. طبعا خدته رميت المية دي وغسلته حلو اوي وصفيته، وحطيته في الحلة اللي انا هدمس فيها. جبت معلقتين كبار من الكركم. الكركم ده هو اللي مش هيخلي لونه يغمق خالص حتى لو فتحتي عليه 10 مرات. وجربوا وانتوا تعرفوا. وعليه نص كوباية من العدس الاصفر. اقلب بقى كل الكلام ده حلو قوي، وهغلي مية في الكاتل كده، لازم نحط عليه مية مغلية. هنا يعني انا فضيت الكاتل كله، وكان بصوا زي ما انتوا شايفين كده. لا انا هملى الحلة كلها وهرفعه بقى على النار، واول ما يغلي الحلة كلها يا جماعة تتملي مية. واول ما يغلي هروح موطيه عليه. هنا والله ما خد غير 3 ساعات، تخيلوا بقى 3 ساعات، عشان النقع ده مفيد جدا. يعني خلي بالكم من موضوع النقع. وكان زي الزبدة زي ما انتوا شايفينه كده، بجد تحفة. ما خدش وقت على النار 3 ساعات، وكان دايب كده زي ما انتوا شايفين. طبعا انا هنا ما بحبوش حب، هاخده اطحنه بقى. يعني انتوا عايزينه كده مش مطحون براحتكم بقى. انا لا، انا لازم اكله مطحون. كلنا على فكرة، مش انا بس، كل البيت هنا بيحبوا مطحون. هطحنه بقى كده. بصوا انا اوريكم هنا ان هو تقيل، فزودته شوية مية وطحنته بقى. احنا بحب الفول المطحون ده قوي. بصوا بقى طلع كمية قد ايه، انا مش عايزة اقول لكم، طلع بتاع 12 كيس غير اللي احنا اكلناه. يعني من كيلو فول عملنا صفقة. يعني جربوا وانتوا تشوفوا، ده غير النظافة بقى والطعم. وكان خطير بجد، جربوا وانتوا تعرفوا. كان تحفة. وطبعا حمرت جنبه بقى شوية بتنجان كده، كان عظمة. وبس كده حبايبي، خلصنا فيديو النهاردة.